السلام عليكم ورحمة الله. في مفاجأة من العيار الثقيل حصريا، القبض على 9 جواسيس مغاربة لضرب استقرار الجزائر، وأول رد من الرئيس عبد المجيد تبون. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر المثير في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ودعم هذا المقطع بلايك. كشفت القنوات الرسمية في الجزائر عن تفاصيل مثيرة ومرعبة جدا تعكس ما تتعرض له الجزائر من مؤامرات خبيثة في الداخل والخارج. وكشفت إذاعة الجزائر الدولية أن المصالح الأمنية الجزائرية استطاعت إلقاء القبض على 9 أشخاص دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية، مشيرة في ذات السياق أن الجزائر استطاعت من تفكيك جماعة تخابر دولية تعمل لصالح دول أجنبية معادية للجزائر كانت تهدف لضرب أمن الجزائر. ويأتي بالطبع هذا الخبر بالتزامن مع ما نشرته وسائل إعلام جزائرية عن مخطط ال6 نجوم الذي يهدف لضرب الجزائر واستهداف الانتخابات الرئاسية بمخططات أجنبية مشبوهة وبعض الدول العربية، مؤكدة بأن المخطط المشبوه الذي استطاعت الأجهزة الأمنية من تفكيكه يأتي بتمويل وإشراف من دول خليجية، والمغرب لم تفصح عن اسم هذه الدول الخليجية. وفي نفس السياق ترأس الرئيس الجزائري في هذه الأثناء اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري، ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر مرحلة حساسة ودقيقة في الانتخابات الرئاسية. أتمنى عزيزي المتابع أن تشاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.